مين يقدر يقصف عمرك، ربنا ولا الشيطان؟ وممكن إن شخص يتنبأ بميعاد موته؟ وإيه الإسقاط من تطبيق موجود على تليفونك بيقولك هتموت إمتى؟ وليه معظم اللي نزلوا التطبيق كانوا مراهقين وده مقصود بيه إيه؟ وبالنسبة للنجمة السحرية اللي ظهرت في الفيلم ليها علاقة بالواقع ولا مجرد فيلم؟ فتعالى بقى معايا نشوف الحلقة، بس سمي الأول بسم الله في كومنت اللي تتلبس ولا حاجة. ولا شايل ولا قايل بتمايل والموت مدينا رسايل بتنايل مش نايل بتعايل في حلايل والفرحان انا مش لايق والفرحان انا مش ملخص لفيلم كاونت داون 2019 عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. وحدوه. لا اله الا الله. وهو ان في تطبيق نزله جماعه اكترهم من المراهقين حدد لهم ميعاد موتهم، وزي ما الميعاد كان بيقول بالثانيه كان صاحب التليفون بيموت. وفي الاخر اتضح ان الشيطان هو المتحكم في التطبيق، وعشان يفلتوا منه كان لازم يغيروا مصيرهم باي شكل وباي ثمن. كله بالعذاب. ايه انت بتعمل كده ليه؟ وهنا السؤال المرعب، هل فعلا الشيطان ليه القدره على الموت؟ فلو احنا بصينا من منظور ديني فمعظم الاديان بتقولك ان الموت بيد ربنا. الشيطان ده اخره يوسوس يضل يغوي، وده اللي بيفسر قدرة ظهور الشيطان للضحية في كل مرة بشكل حد يعرف، يعني بالبلدي بيوديك لطريق الموت بس ما يموتش. الحمد لله. وهجاوبك ببساطة، لو الشيطان في ايده يموتك ليه بيسيبك في عز ما انت قريب منه ولا كأنك اخوه؟ يعني ممكن واحد يبقى ظالم ومفتري وليه علاقات بره الجواز وحشاش، وضيف بقى للسي في بتاعه زي ما انت عاوز، خلي معاه مؤهلات تجيب له فيلا صف اول من الدرك الاسفل في النار، لكن بيفضل عايش. حتى بيقول لك الظالم عمره طويل لحد ما بيجي له تحذير يخليه يتوب ويقرب من ربنا، وبعدها ان شاء الله بساعه يموت عادي. فجاوب انت بقى. طب بالنسبه للفيلم اللي مدينا الصوره الغريبه عن شيطان عنده ابلكيشن مبرمج وبيدوس ديليت على الناس، فالفيلم مليان اسقاطات على حاجات في حياتنا كتيره قوي هنحللها بالراحه. ولو حصل ده رحمة ولا عقاب برضه مستني إجابتك. جوه الفيلم أو براه اللي هيعرف مننا ميعاد موته مش هيبقى طبيعي، هيكتئب وهيستنى بالبيجامة في الصالون لحد ما عزرائيل يجيله. حبيبك مين يا عم وانا اعرفك؟ فدي ببساطة رحمة، وما تقوليش مش المفروض أعرف عشان ألحق أتوب. صدقني انت لو عرفت هتحاول تغير مصيرك زي الفيلم اللي اتأكدوا ان التطبيق حقيقي بقوا يسعوا انهم يخترقوه يهربوا يتحموا في نجمة سحرية، بس انهم يتوبوا ما كانش فيه الاوبشن ده، لان عمرك غالي عليك هتقعد تفاصل فيه لحد اخر لحظة، وهتفاصل كمان في طريقة الموت. اخرتك يا ترماي على ايد واحد احول. وده بيظهر في الاعمار اللي كتبوها لما تمكنوا من اختراق التطبيق. ولحد النهارده وركز في الكلمة دي، صعب تتنبأ بميعاد موتك، يعني انت ممكن تموت في حادثة ولا مرض ما تشخص ولا حتى انتحار. بس اينشتاين قال زمان في نظرية النسبية وانه نظريا ممكن نتحكم في الزمن لو وصلت انك تتحكم في السرعة والكتلة للاشياء، فبالتالي ممكن ترجع وتغير سبب الموت. انا مت موتات احلى من دي بكتير. بس طبعا لو النظري بقى عملي وتحقق فسبحان الله احنا اللي هنبدأ نموت بعض بسبب معادلة صغيرة، بشر كتير موارد قليلة. فطبعا مش محتاج اقول لك الموت رحمة ولا عذاب للبشر دلوقتي. وهو ان فكرتها مقتبسة من الفراعنة والبابليين لاطفاء نوع من الواقعية، لانها كانت قديما رمز للحماية من الشر. وفي بعض الديانات زي الويكا، ودي من اشهر الديانات الوثنية الحديثة اللي بتمثل فيها النجمة الخماسية عناصر الطبيعة الخمسة، وهي التراب والهواء والمية والنار والروح. فيعني كمان المؤلف بنفسه بيأكد لك إن فكرة الموت بإيد الشيطان فكرة وثنية بحتة وسحر أسود، ودي النقطة اللي هم لجأوا لها عشان يغيروا قدرهم. بس الفيلم طرح الفكرة من غير أي شكل فلسفي عميق واكتفى بالرعب والإثارة. لكن تخيل ان في فيلم مصري قدر انه يعرض الفكره بشكل فلسفي وما بيتعرضش مع حاجه، فيلم الف مبروك اللي بيعرض حياه احمد اللي نفسه يعيش لحد 100 سنه، نفسي اعيش لحد ما يبقى عندي 100 سنه. اللي قعد طول الفيلم يحارب الموت في الحلم وبيغير وبيروح وبيجي عشان يغير القدر، وفي الاخر هو اللي اختار الموت عشان يحقق القدر اللي بيهرب منه، لان الموت كان جاي لاسرته، فحبه ليهم خلاه يختار الموت بدل ما يهرب منه. وهنا تظهر مقولة الصحابي عمر بن الخطاب: لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار القدر الذي اختاره الله له. أو من رمية في الكتاب المقدس: إرضاة الله صالحة وكاملة ومرضية.
وده كمان جه شبهه في الفيلم اللي المفروض بيميل للادينية، وهو ان اللي حاول يغير مصيره كانت موته اصعب لانه كان بيشوف تهيؤات الموت في كل لحظة بعدها، اي انه اعتراف ضمني منهم ان القدر اصلح واحسن. وعشان اشرح لك اللادينية في الفيلم، فالفيلم متأثر ومستوحى من حاجات كتير زي الانمي الياباني الشهير ديس نوت، وده برضه عبارة عن نوتة تكتب فيها اسم الشخص وطريقة الموت وسيب الباقي عليه، لأن المتحكم في النوتة هو الشيطان، فبالتالي قوة فكر المجتمع الياباني اللاديني ظاهر بوضوح لاستخدامه للشيطان، والشيطان يعني الأعمار الصغيرة والنفوس الضعيفة. وده يوضح لنا ليه معظمهم في الفيلم مراهقين، وده لأن المراهقين عندهم الاندفاع ورا الحاجات الجديدة والغريبة وأعلى ناس في درجات الفضول، حتى كلهم جروا ونزلوا التطبيق، مش واحد ولا اتنين، لا كلهم. وده إسقاط موازي لظواهر حقيقية حصلت في عالمنا زي تحدي مومو الحوت الأزرق، تحديات التيك توك اللي بتوصل للإيذاء الذاتي. وده غير برضه لأن الفيلم موجه للمراهقين لأنهم أكتر ناس بتعتمد على التطبيقات والموبايل وبيجرب أي حاجة ترند، فبالتالي هوليوود خطت الجمهور بناس شبههم وبنفس أعمارهم برسالة خفية: لو سبت حياتك للترند هتتحكم فيك قوة انت مش شايفها. مش معنى كده ان السوشيال ميديا جواها شيطان، لا، بس في مثل بيقول لما يزيد الشيء عن حده. ففي النهاية لما تشوف عنوان الكتاب من بره، شوف العمق والفلسفي للفكرة، شوف الاشتراك عشان تعمله بدل ما انت عامل نفسك مش واخد بالك، او الكومنت اللي هتقيمني فيه، او اللايك اللي هيعرفني ان المحتوى عجبك بس انت كسلان شوية، وبس.